ما تحاولش تدخل في خناقه مع مزاجك. روق بالك كده وافهم الواقع كويس، واعرف انت هدفك ايه وعايز توصل لايه. وعايزك تعرف ان محدش هيهتم باي تفاصيل من حياتك ولا بقصتك الا لما توصل. ساعتها بس هتلاقي الكل بيجري وراك وعايز يوصلك. علشان كده حدد هدفك وابدأ اسعى له علشان توصل للي انت عايزه. مستني ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم مساحة أونلاين. أهلا بيكم في فيديو جديد بعد غياب أسبوعين، ولكن زي ما اتفقنا احنا بنغيب وبنرجع برضه بفضل الله سبحانه وتعالى. هنكمل مع بعض السلسلة اللي احنا توقفنا عندها ببرنامج الليزي سيرفيور إن شاء الله. هنشرح فيه شوية تفاصيل وإن شاء الله هنرجع تاني للسيفل 3 دي. ما تحاولش تبعد عن القناة واهتم وتعلم، علشان كل معلومة صغيرة ممكن تسيبها دلوقتي هتكون سبب وصولك لهدفك اللي انت عايزه. علشان كده اتعلم. جبت البرنامج واستفدت منه مفيش مشكلة، خدت المعلومة وشلتها ليك لوقت من الوقت هتحتاجها برضه مفيش مشكلة. مش هنطول عليكم، نبدأ الفيديو على طول. يلا بينا. زي ما احنا متعودين الشاشة تفتح معانا بنفس الصيغة دي، طبعا بتبقى زي ما قلنا بتبقى على الهوم، واحنا بعد كده بنبدأ نختار البرنامج بتاعنا اللي هو ليزي سيرفيور. ان شاء الله احنا النهارده طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الاختيارات اللي هي بتاعه الامبورت والاكسبورت والكونفرتر والحاجات دي كلها. هنبدا ان شاء الله نتكلم النهارده على الترافرس والاوفست والانترسكشن. هم الثلاثه دول ان شاء الله اللي هنتكلم عنهم النهارده. مش هنطول عليكم في فيديو، ان شاء الله يبقى فيديو صغير. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو الترافرس. الترافرس المهندس احمد حسن جزاه الله خيرا عمل البرنامج دوت ان هو بيحل الترافرس بتاعك بطريقه بودج بمنتهى السهوله. انت عندك ترافرس انت عملته، فبتبدا تختار البرنامج بتاعك من هنا اللي هو ترافرس. هيقول لك ان الفايل بتاعك اللي انت عايزه هو بصيغه اس دي ار ولا جي اس اي ولا بي ان تي ولا، طبعا احنا كل الكلام ده بيبقى دايما ظاهر في كل التفاصيل بتاعه البرنامج ده. فاحنا هنختار التكست بتاعنا ونقول له والله الفايل بتاعنا ده الفايل اللي احنا موجود عندنا، ونقول له اوبن، فهيظهر لك الداتا بتاعتك في في الفايل ده. ومعلومه مهمه في البرنامج او في الجزئيه الخاصه بالترافرس، هو بيبقى طالب منك انك تخلي النقطه الاولى اللي انت بادئ منها والتسلسل بتاعك بتاع الترافرس، والاخر نقطه بتبقى موجوده هي النقطه اللي انت كنت بادئ منها، اللي انت هتقفل عليها هي النقطه اللي انت بديت منها، بحيث ان هو يشوف لك نسبه الخطا قد ايه ويبدا يوزع لك نسبه الخطا. فاحنا عندنا النقطه الاولى اهي، وادي النقطه الاخيره، الاثنين هم واحد طبعا مع نسبه الخطا اللي ظهروا لي. احنا خلاص احنا بمنتهى السهوله دخلنا الفايل. عايز اعمل تصحيح، تكه واحده على البرنامج ادجست، عمل لك التصحيح وجاب لك التصحيح في الجنب هنا كده. طيب انا كده خلصت التصحيح، عايز اعمل ريبورت عشان اسيب عندي الكلام ده كله. اقول له ريبورت، هتسيب فين؟ هسيب هنا او هسيب على الديسك توب زي ما انا عايز. هسيب على الديسك توب وهنسميه مثلا يو 2024 ايا كان المسمى، ونقول له سيف. خلاص اتسيف معانا. اقدر الغي واطلع بره، افتح البرنامج عندي. الصيغه بتاعتي اداني بي دي اف. ادي عندك الاستنج والنورسنج، وادي نسبه الخطا اللي كانت موجوده في الايه، في الاستنج والنورسنج، وادي عندك الكوردينيت بتاعتك الصحيحه بعد التصحيح. ده اول برنامج متواجد معانا، او اول جزئيه خاصه في البرنامج اللي هي الترافرس. تاني حاجه هنتكلم عنها اللي هي الاوفست. لو خدت بالك في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الاكسبورت. لما بتيجي تعمل اكسبورت ممكن تعمل اوفست وتطلع البوينت، ولكن دلوقتي انا مش عايز اطلع بوينت، انا عندي شغل وعايز اعمل له اوفست ليه. هنبدا مع بعض كده نقول والله انا عايز اعمل اوفست. هتعمل اوفست لايه؟ طبعا كده بنبقى شغالين على الاجزاء اللي هي القواعد مثلا او الاعمده. فانا عندي اعمده، فانا هسلك على الاعمده اللي انا عايزها. حددناهم مسطره. عايز تعمل الاوفست بتاعك مسافه قد ايه؟ والله دي اعمده، فانا عايز اوفست لبره عشان خاطر لما توقع النقط بتاعتك وتشتغل تبدا بعد كده ان الاوفست لبره تشيك على الفورم ورك بتاعك او النجاره بتاعتك او الفورمه اللي انت هيشتغلوا بيها. فنقول له مثلا والله عايزينها 30 سم، فلنفرض مثلا يعني، او 50 سم زي ما انت عايز. هنقولها مثلا 30 ونقول له اوكي. طيب انسايت ولا اوت سايت؟ احنا قلنا عندنا دي الخرسانه فاحنا عايزينها اوت سايت، فنقولها اوت سايت. اللون اللي انت عايزه هنقول له والله عايزينه مثلا احمر. تكه واحده عمل لك الاوفست بتاعك بمنتهى السهوله. تقدر بعد كده انك تطلع الداتا بتاعتك من غير اي مشاكل. وبرده الكلام ده كله في الاوفست. لو انا عندي مثلا بولي لاين هنا مثلا، ادي عندي لاين او عندي ارك، وجيت قلت له عايز اوفست وسلكت على الشكل بتاعي انتر، الاوفست بتاعك 30 سم مثلا اوت سايت، عايزه باللون الاصفر يعمل لك. لكن لو اشتغلت على اللاين للاسف هو مش هيديك حاجه، لكن البولي لاين او الارك او الحاجات اللي هي المقفوله تبدا يديك الداتا بتاعتها. طيب ده بالنسبه للاوفست. طب الانترسكشن هنا بيتكلم اللي هو تقاطع الخطوط. انت عندك مثلا مباني زي كده وحابب ان انت تطلع الاجساد بتاعتك، تقاطع الاجساد بتاعتك تطلعها نقط، فبتيجي والله تقول له انا عايز انترسكشن وتحدد
الجزئيات اللي انت محتاجها. انا عايز مثلا دول هنا كده، لو خدت بالك هنا مفيش عندنا اي بوينت. تمام، حددت الشكل بتاعي مثلا ولنفرض واحد بس، واقول له انتر، عمل لي النقط بتاعتي اللي انا محتاجها، اقدر اسلك عليها، سلكت على النقط، اغير بقى لونها، اخدها في مكان تاني واقدر اشتغل عليها بمنتهى السهوله. ادي 3 ايقونات بمنتهى السهوله. ما رضناش النهارده ان احنا نطول عليكم في الفيديو، ولكن قلنا نعمل فيديو بسيط بحيث الناس تبدا تاخد معلومات. اي برنامج انت هتدفع فيه فلوس او اي حاجه انت بتتعلمها بتدفع فيها مقابل، الحاجه دي هي اللي هتوصلك للي انت عايزه. فما تبخلش على نفسك. افضل شيء انك تستثمر فلوسك فيه هو نفسك. اي استثمار بتدفعه في نفسك اعلم يقينا ان هيعود عليك بعائد مادي كبير جدا، مش شرط دلوقتي ولكن قدام. فما تحاولش تكسل على نفسك ان انت تدفع في مقابل انك توصل. ادفع واتعب واصبر واقطع من وقتك وقت كبير جدا اتعلم فيه، وده اكبر استثمار هتعمله عشان خاطر توصل للي انت عايزه. حدد هدفك وابدا انطلق. وبس يا سيدي، هو ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش دعمك لينا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الشير والدل على الخير كفاعله. لو عندك اي تعليق سيبه في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليك، او لو حابب تتواصل معانا من خلال واتساب برضه هيظهر لك الرقم، تقدر تتواصل معانا. عندك مشكله عايز نعمل لك فيديو، محتاج تستفسر عن شيء معين، تقدر تتواصل معانا وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو عندنا اخطاء رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتتابعني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.